السلام عليكم، أهلا بكم في عالم الكرة. معنا خبر من أخبار نادي الزمالك اليوم. إيقاف قيد جديد يضرب الزمالك وارتفاع عدد القضايا إلى 13 قضية في الفيفا. تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملف القيد بعدما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة عقوبة إيقاف قيد جديد على القلعة البيضاء دون الكشف عن الطرف المتسبب في القرار. وبهذا القرار يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلى 13 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة. ويعد الملف إيقاف القيد إحدى أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الحالي، في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أوراق الاتحاد الدولي، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأنها نهائيا، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات أو حلول تتيح رفع العقوبات. وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية للتحرك من أجل إنهاء هذه الأزمة، سواء من خلال سداد المستحقات أو الوصول إلى اتفاقات مع الأطراف صاحبة القضايا، تمهيدا لرفع إيقاف القيد وفتح باب التعاقد مجددا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك وكومنت، وقل لي توقعاتك في الأزمات والشدائد اللي فيها نادي الزمالك، وشكرا لكم.